تاخذ قرار. حدود ممكن تفتح يوم من الايام، ولكن اعتذر، حدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربيه، ما نشوفوهش الواقع. تصريح خطير من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول ظهور له بعد قرار مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، ويرد على الخطاب الملكي الأخير. لن تصدقوا ما قاله، ولكن قبل أن نبدأ، إن كنت مغربي وفخور بهذا القرار، يرجى الإعجاب بالفيديو وتعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. قرار مجلس الأمن الذي اعتمد مبدأ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية قلب الموازين تماما. لم يكن مجرد قرار سياسي عابر، بل رسالة واضحة وحاسمة إلى العالم أجمع. الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب، والمملكة ماضية بثبات في حماية وحدتها الترابية. الشوارع المغربية انفجرت فرحا، آلاف المواطنين خرجوا رافعين الأعلام الوطنية مرددين شعارات الوحدة والفخر. في المقابل خيم الذهول على الشارع الجزائري. الرئيس عبد المجيد تبون خرج عن صمته لأول مرة منذ صدور القرار، محاولا استيعاب ما بعد الصدمة. تصريحاته كانت مليئة بالغضب والإحباط، وكأن التاريخ أعاد رسم الخريطة أمام عينيه. قال بصوت متوتر: المغرب نجح في الحصول على دعم دولي واسع لمبادرة الحكم الذاتي. هذا لم يكن متوقعا، والمستقبل يفرض علينا إعادة النظر في سياساتنا. لقد تلقينا صدمة تاريخية. تصريح تبون آثار جدلا واسعا داخل الجزائر، بينما يعيش المغاربة فرحة لم يعرفوها منذ عقود. أما خطاب الملك محمد السادس فكان حاسما وواضحا، شدد فيه على وحدة الأراضي المغربية، ودعا سكان مخيمات تندوف إلى العودة إلى وطنهم، مؤكدا أن مستقبل الصحراء مرتبط بالاستقرار والتنمية تحت السيادة المغربية. كلمات الملك لم تكن مجرد خطاب، بل كانت رسالة أمل وقوة لكل مغربي، تعكس عزم الدولة على حماية وحدتها وأرضها. لقد قلب الخطاب المشهد السياسي، وجعل الفرح يملأ المدن والقرى. اليوم يشكل القرار الدولي والخطاب الملكي معا انتصارا حقيقيا للوحدة الوطنية المغربية. فالمشهد في المغرب مليء بالفخر والاعتزاز. وفي الختام، شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.